زين. فيجذرونها الجينات وما تدري اللي يكونون بشر. بعض الناس بعض الشباب يرى يقول الله يخلقوا عجيب خلقوا بشر، هذا غير صحيح. لن يخلقوا ايش؟ ذباب. بس يا رب قال ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء. وقع على الآن طرف الكاس وشرب شاي أو شرب عصير، لو يجتمعون أهل السماوات والأرض يطلعون منه، الله قال يا دكتور محمد ايش؟ لا يستنقذوه. ايش معنى لا يستنقذوه؟ ألا يخرجوا. فلذلك هذا الجانب ضروري تقويه. واضرب لك مثال عشان يتقوى الجانب. اللي بيصيد سمك الآن في البحر وش يسوي؟ يرمي السنارة، صح؟ وش يحط فيها؟ طعم. رمى الدكتور محمد السنارة والشيخ علي أخوكم سليمان وفيها طعم. سمكتين ماشية في البحر. السمك يوم شافت الطعم راحت تركض تسبق ايش؟ خويتها عشان لا تاكلها قبلها. هذه خويتها ذكية. قالت له وين تبين؟ قالت باكل الطعام. قالت يا غبية هذا مو طعام هذا طعم. قالت ايش؟ قالت هذا طعم. قالت وخري عادي يا معودة شنو هذا؟ طبعا سمكة كويتية. زين. قالت وخري عاد. قالت يا مجنونة أنت هذا طعم، وهذا الطعم في خيط ما تشوفينه دقيق لونه بلون الماء، وإذا انتهى الخيط ينتهي عند رجل هناك في الزورق جالس. هذا الرجل يسحبك، إذا سحبك أخذك ورماك في الشبكة، فإذا رماك في الشبكة صرتي تفرفشين، وإذا فرفشتي متي، وإذا متي الرجل ذا وداك لزوجته في البيت، زوجته جابت سكين وقصتك بالنص، فإذا قصتك بالنص حطتك على الصاجة وبدت النار تحركي. اسمك ناظرت ما شافت ايش؟ الخيط لأنه لونه ايش؟ لون الماء. رفعت راسها شافت فوقها مويه، ما شافت الزورق ولا شافت الرجال. قالت توخري عاد. قال صجيني اسمعي كلامي سبيكة تندمين. قالت توخري يا خضراء. ما صدقت سبيكة كلام ايش؟ خضراء. فراحت طايرة ومسكت الطعم. يوم سكت الطعم جت بترجع حست بايش؟ حست بالنص يده. بدا الرجال ايش؟ يسحب. قالت والله صح كلام خضراء. اي والله بدا يسحب. يوم طلعت عينه فوق سطح المويه شافت ايش؟ شافت الرجال. قالت والله هذا الزورق الرجال مكحه من السناره ويرميها. صارت تفرش. قالت والله انا فرفش. زهمت عليه واحده طعنه نفسها وزوجها اللي زاهم قال خذ كلمها يا شيخ خذ. قلت حسن ماشر. قال طعنه نفسها تبي تنتحر. واخذها كلمها حياك الله اختي. حسن ماشر ليش؟ قالت طفشت مليت. قلت ليش انتم عائله فقيره؟ غالبا اللي ينتحرون ايش؟ الغالب الفقراء وهم مريشين غالبا يعني ما يصل لهم. لذلك حتى الناس الاغنياء تشوف احيائهم. شوف عندنا في الرياض حي العليا تشوف البساسه منفخه ما شاء الله، يسمونه قطو. القطو تلقاه منتفخ. فهذه قلت لها انت فقيره؟ قالت لا انا من اثرياء المملكه. طيب ليش انتحرين؟ قالت طفشت انا مليت انا ما ادري شو اسوي. قلت بسالك بصراحه ما دامتك انت متزوجه وهذا بجنبك، الدرجه اللي عندك في الكمدينه غرفتك النوم وش فيها من مجلات من كتب من اشرطه؟ قالت ليش تسال؟ قلت علميني واعلمك. قالت طيب انت اسالني وانا اعلمك. قلت عندك اشرطه الشيخ عبد الحميد كشك، الشيخ الشعراوي، الشيخ الطنطاوي، الشيخ السديس. قالت لا عندك العجمي، عندك العوضي. قالت منو العوضي ذا؟ قلت هذا الدكتور في الكويت شيخ حبيب ووزنه 45 كيلو. قلت لها طيب اصبري يا اختي بصراحه لا تزعلين. قالت نعم. قلت عندك روبي؟ اي والله قلت كذا بصراحه. قلت عندك روبي ليه تغاوي تخاصمني؟ قالت والله عندي. قلت عندك نانسي عجرم حبيبي قرب؟ قالت عندي. قلت عندك ديانه؟ عندك ايهاب توفيق؟ عندك؟ وعدد لها المطربين الاحياء منهم الميتين. ما قالت ولا واحد. لا. قلت روايات شكسبير؟ قالت ايوه. قلت مجلاتك السيده اليقظه النهضه الكواكب؟ طبيعي حياتك كذا ما عنده شيء. قلت اسالك بالله احنا الان 5 رمضان 6 رمضان كم ختمت القران مره؟ قالت والله ما فتحته اصلا ما فتحته. واحده في دبي يذكرها ومع انه الكاميرات موجوده وفخر الحقيقه لاهل دبي اعرفها تاجره ثريه سيارتها بوش اسمها السياره ذي الغاليه ام مليون بورش سيارتها. يوم جيت اخذ منها زكاه دائما اذا جيت دبي تعطيني تقول وزعها بمكه يا شيخ سليمان. فجيت عاد معي اصدقائي 2 ولا جت بسيارتها محبروش حنا بهايلوكس ونيت بيك اب. قال وخر غيب دس السياره دسها. قلت ليش تدس يا اخي؟ مو عيب يا اخو.
ومع هذا والله يا اخوان قسم بالله احلف بالله انها تختم القرآن في رمضان 14 مرة. الله يوفقها ام احمد، قول امين. 14 مرة. واحدة اعرفها بجدة تختم القرآن 16 مرة. امس تبرعت لمجاعة الصومال ب100,000. طوال كتبت شيء وياك، قالت له احد الاخوات ان فلان بيروح تبع المجاعة يودون، وتكتب شيك ب100,000 طوال. ليش؟ عشان نعرف انه الثراء في الانسان ما هو عيب، بالعكس بل مطلوب، صح ولا يا اخوان؟ لكن كيف الثراء وكيف الفقر بنفس الوقت